إظهار الحق هو الذي يحكمني. من رأى منكم منكرا فليغيره في يديه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، هو أضعف الإيمان. لذلك راح أقدم لكم دليل بهذا الموضوع، لأن للأسف دا لاحظ الفيس عبارة للبعض عبارة عن حيوانات تجري بلا عقل مجرد التشهير. لذلك هذا الموضوع أعراض، مثل ما راح أنشر وأفضح أعراض الناس، باكر عقبه راح ينشر شخص ما عن عرضي، لأن ما وقفت يمي. فمبدأ إسلامي زائدا مبدأ أخلاقي زائدا المهنية الصحفية. أكو بالمهنية الصحفية موضوع اسمه الاستقصاء، أو يعني بمعنى البحث عن الحقيقة، وليس الركض مع الناس. الحشر مع الناس عيد هذا بالحياة، لكن بالصحافة بما أنه اختصت صفحتي بالصحافة، فلا بد أن أقتصي عن المواضيع التي تحدث في وقتها في آنها، حتى نوضحها للناس ونفضح الكذب. في البداية احنا خلينا نسأل الفيديو همين اجى وانتشر على الفيس، وبعدين نجي بالدليل حتى اكون صادق وياكم. قلت لكم انا عندي دليل، راح افند كل ما هو موجود في المحادث، حتى لو كانت صوت وصورة، لكن اكو كذب. الفيديو انتشر عن طريق صفحة على التليجرام اسمها حسنة نيوز. هاي القناة، وتقدرون تروحون، انا حطيكم الاسامي انتم تروحون تبحثون. انا سويت بحث كامل، تقرير كامل، بدل ما اكتبه راح اقدم لكم اياه فيديو حتى تشوفون الحقيقة وين، حتى لا الناس تركض. مع الاسف صارت عندنا احنا كعراقيين عندنا ارخص شيء نضرب اعراض الناس واحنا ما متأكدين هذا صح او كذب. لذلك هذا الفيديو هو تفنيد لما نشر، مو كل الحقيقة، 50% بالحقيقة. المهم انا اللي راح احاول وما راح اوقف واشوف الغلط موجود. بدأ هذا الفيديو في اول موقع هو حسنة نيوز. تم الترويج عن هذه الصفحة من خلال صفحة صابرين نيوز، وباقي القنوات التابعة للفصائل نوهت عن هذا الفيديو. أمين بدأ الفيديو حتى نجي من يغرد لي نجاح محمد علي، إذن أكو موضوع فاول. زين، نجاح محمد علي شلون عرف؟ إذن أكو موضوع فاول، لابد أكو هناك عملية بالتسقيط. أنا ردت أكتب صراحة عبارة، بس ترددت قلت خليني أكمل التحقيق حكتب. وقفنا من حركة ربع الله، بدأت عندنا حركة حسنة نيوز لضرب الشخصيات اللي تكون ثقلها في بغداد، حتى الفصائل تعطي مجال لأشخاصها في تغلغل في بغداد. ما أريد أدخل بالسياسة، لكن الفيديو بدأ من قناة تيليجرام اسمها حسنة نيوز. بالمحادثة، طبعا المحادثة هي تقريبا دقيقتين وكسر الفيديو. الكلام اللي طلعت بيه ب4 تقطيعات مونتاج احنا نسميها بالتلفزيون، اي تكرار تراكين 3 4 لحد ما اخذنا التراك المضبوط حتى اقدر امنتجه. اكو شغلة مهمة بالمحادثة. اكو صورة لمحادثة مع واتساب، ما راح اقول تفاصيلها، لكن اكو رقم عرضوه بالمحادثة، هو هذا الرقم راح احطكم اياه هسه. هذا الرقم اللي موجود بالمحادثة، روحوا شوفوا الفيديو. 071 71 71 717. نعم يطلع اسمه عبد الله خربيط، انا وياكم، لكن شوفوا المكر هنا. تجي على نهايته راح تلقي الايميل اللي فعل هذا البرنامج، هو iraqboys.gmail.com. عذرا، هذا اول دليل. ثاني دليل، اكو عبد الله خربيط الفيسبوك مالته. اوكي، ضغطت عليه، طلع عندي هاي الصفحة. اقروا الرابط من هو؟ فهد احمد. كان اسمه هذا الفيس باسم فهد احمد، وهو هذا عبد الله خربيط، يقيم في اربيل. معلومات عنه، عنده بس منشورات 2
هو هذا المنشور، لكن بالأصل اسم هذا الفيس فهد أحمد. هذا همين حصلته؟ حصلته من خلال الرقم اللي موجود بالمحادثة بالواتساب، من يطلع لك صورة عبد الله خربيط، هذا الرقم الموجود 0717177171. كلكم عندكم برنامج التليجرام اظهار الارقام، تقدرون تطلعوه من عنده. هذا الرقم صفحته موجودة عبد الله خربيط الجيميل. نتروح على الصفحة راح تلقي اسم الفيس الأصلي فهد أحمد. فهد أحمد هذا الموقع مالته، وهاي صورة الصفحة مالته. هذا أولا. ثانيا بتاريخ 31/7/2019 انتبه. طبعا المحادثة بدايتها يوم 18/9 بدون سنة. 18/9 بدون سنة، فاحنا راح نقول يا ب 2020، لان اول ما بدأت المحادثة 18 ايلول فقط بدون سنة، لكن مبدئيا نقول 2020 لان ما كانت ماري معروفة قبل 2020 او قبل المظاهرات، لذلك المحادثة بدأت يوم 18/8. رجعت على جدول الخربيط بصفحاته الرسمية. في شهر السابع كان في مؤتمر خارج العراق. في شهر التاسع، والمقصود به كان في مؤتمرات اثنين في الرمادي نفسه، واحدة في قاعة الحبانية والثانية في ما أدري وين بصراحة، افتتاح في مشروع في الرمادي. هذا بشهر التاسع نفسه حتى أكذب المحادثة. مكتبه بصراحة ما دليته، حاولت أندل المكتبة اللي تدعي بالفيديو بأنه موجود في منطقة المنصور الواقعة بين برج المأمون وسيد الحليب. هاي المنطقة اللي تتكون المنصور، قريب على شارع الأميرات، قريب على نادي الصيد، قريب على كثير من التسميات اللي أهل بغداد يعرفوها. دا أتكلم أنا بهاي المنطقة. طيب نجي النقطة المهمة. هذا الفيديو راح يرجعني إلى تاريخ 12/11/2019. شنو بهذا التاريخ؟ هو تاريخ خبر اختطاف ماري. تقريبا طولت فترة وبعدين تم اطلاق سراحها، وصار حديث بين هناك اكو فيديو صور الها حالة الكثير. اكو اذا تتذكرون ابو كربلاء اللي انخطف، وبعد ما لقوا القوات الامنية قال اكو جماعة خطفوني وعذرا للكلام. هذا تاريخ ترى مذكور. بين لقيت نفسي انا ممدد على فراش وبصفي وحدة فتاة عارية وانا عاري، لذلك رادوا يصورونا على مود لا يستخدمون هذا الفيديو حتى يسكتونا وما نشارك في المظاهرات. هذا الفيديو موجود، يعني اتمنى يسعفني الذاكرة اتذكر اسمه. نفس الاسلوب سوته. زين انت تقول يعني اكو غلطة بالتسجيل، بعد ما عذرا بعد ما صعدوا وبعد ما كذا اخذت رقمه وخزنته. طيب انت شلون رحتي له اذا ما عندك رقمه؟ اولا طبعا هذا المقطع رابع مقطع الاخير بعد تقطعات، قلنا 4 تقطعات في الدقيقة، اقل دقيقة هي اللي تسولف بيها. اخر تقطيعة بالمونتاج تقول اخذت رقمه وخزنته. طيب انت شلون دليتي موقعه ومكانه وشلون اتصلتي بيه وانت ما عندك رقمه؟ بعد ما كملتي المسرحية اللي قالوا لك اياها تقوليها بين اخذتي رقمه. بتاريخ 12/11/2019 تم خطف ماري. في تاريخ 31/7/2020 تتذكرون الفيديو طلعت بيه تناشد قائد قوات عمليات الأنبار بهناك جماعة دي يحاصرون بيتها على مود يلبسوها وعلى مود يطبقوها قوانين إسلامية، موجود على اليوتيوب تتذكرون تقدرون تشاهدون بيه. شوفوا الفرق الجسماني ما بين هذا الفيديو ما بين هذا الفيديو. بشهر إذا نجي على المحادثة تقول بشهر التاسع، هي بشهر السابع طلعت مو هذا حالها. كانت بنيتها ضعيفة في ذاك الزمان، لكن في هذا التصوير لا، بنيتها تختلف. هاي أولا. ثانيا في تاريخ
طلع الفيديو على اليوتيوب 31/7/2020 أو 1/8/2020 من تناشد القوات الأمنية في الإنبار على متهميها من بعض الشخصيات أو بعض الحمايات لفلان الفلاني. تقدرون تشوفون ذاك الفيديو، طابقوا الإنسانة هاي مع ذاك الفيديو، راح تشوفون اكو فرق جسماني كلش كبير، كلش كبير. لذلك مو دفاعا عن ماري ولا دفاعا عن عبد الله خربيط، لكن لابد ان يظهر الحق. بما انه انا صفحتي مخصصة للاخبار والتقارير، لذلك استقصيت عن خبر وجبت لكم اياه من اول للنهاية. انطيتكم الادلة وانتم روحوا شوفوها. تاريخ المحادثة بدأت يوم 18/9 عن طريق هذا الرقم، وراح اكرر مرة ثانية اللي دخل هسه. هذا الرقم اللي موجود، هذا الرقم ابحث عنه راح يطلع لك معلوماته. الجيميل مالته اللي تفعل به هو إيراك بويز، والصفحة مالته عبد الله خربيط فيسبوك. تروح على الصفحة تطلع لك هاي الصفحة، اوكي، هاي منشوراته فقط موجودة، زائدا اسم الصفحة فهد أحمد. فهد أحمد. طيب انت نائب 2019، هل تحتاج بأن نسوي لك صفحة عادية وانت عندك بيج كامل ومكتب إعلامي كامل وانت نائب حاليا في الدورة البرلمانية؟ هل تحتاج إلى هذه الصفحة؟ مجرد انت لين اخذت لي رقم مكتوب عبد الله خربيط، هسه انا اقدر اشتري سيم كارت من الخارج واسميه تسميات بكيفي واقيدهن واخلي الناس من تبحث تطلع الاسم اللي اريده اني. لكن احكي لي اساسيات هذا الخط وين؟ هذا اساسياته. وارجع اكرر لكم، ارجع اكرر المقطع الرابع بالمونتاج بنقول اخذت رقمه. هذا السيناريو اللي انكتب عن هذه المسرحيه. وارجع اذكركم بموضوع كربلاء الاستاذ او الطالب وقته من طلعت الظاهره، وراح بحوش عنه واذكركم اياه وراح نشره بعد هذا الفيديو حتى تتذكرون ذيك القصه. من لقوه مرمي، قال الشمروني بغرفة عاري وبصف وحدة ثانية هم عارية، على أساس دي يصورونه فيديو إباحي. وعذرا لخواتي وأهلي وناسي عن هذا الكلام، لكن حتى يوقفوني وما أدعم الانتخابات، لكن أحب أفضحهم. كل هذه الأدلة أرجع إلى مصدر من إجا من حسنة نيوز على التليجرام اللي دعمتها صابرين، ونعرف صابرين على يا خطى قاعد تمشي. ومن يغرد لي نجاح محمد علي فانت اعرف الموضوع سياسي، اعرف موضوع اكو تسقيط، اعرف اكو موضوع بطعن، اعرف موضوع سياسي بقد ما هو اخلاقي. اذا هم ما يملكون اخلاق الرسول او اهل بيت الرسول فاحنا نملك هذا الشيء. واحنا اللي اهل الاسلام. انا دا احكي لكم خزرج وما ادراك ما خزرج، دا احكي لكم كخزرجي اللي ناصرنا الرسول، لابد أن ناصر الحق على الباطل. تحياتي واحتراماتي للجميع. الأدلة يمكم، روحوا شوفوها، وعسى أن نقدر نصلح الكوارث اللي تصير بالعراق، اللي للأسف صار طعنة الشرف بالعراق أضعف شيء في هذا الوطن. سلامي واحتراماتي للجميع، وعذرا لإخوان وخواتي إذا بعض الكلمات طلعت، لكن الحقيقة لابد أن تظهر. ومثل ما كتبت: من رأى منكم منكرا فليغيره في يديه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. أنا أتمنى بأن غيرت شيء بلساني ووضحت الحقيقة للناس. وكافي عاد للعقول الحيوانية، لبعض العقول الحيوانية كافي تجرون وراء الكذب والخداع. شوية تعب عقلك وابحث عن الحقيقة. تحياتي واحتراماتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.